السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل شوية طحينة. بصي، اقتصادية جدا جدا، احفظيها رمضان عندك. انا بعمل الطحينة دي طول عمري في البيت، ولازم قبل رمضان اجهزها كده. بصي، اللي خلي المعيار واحد، يعني جبتي ربع يبقى ربع من كله، جبتي التمن يبقى من كله. انا هنا عاملة من كل كوباية. يعني كوباية سمسم هي نفس الكوباية، سوداني هي نفس الكوباية، دقيق هي نفس الكوباية، زيت. انا بحركهم كده على النار شوية لحد المكونات دي كلها ما تسخن كويس. اهم حاجة عندي انها تكون سخنة عشان اتأكد ان الرطوبة طلعت منهم. زائد ان الحاجة دي لما بتسخن كده بتتضرب معايا في الكبة كويس جدا. المطحنة اللي هي بتاعت البهار، او لو عندك كبة بتطحن الحاجة ناعم. المهم ان احنا عايزين نطحن الحاجات دي كلها ناعم، ولما بتحطش الدقيق معاهم الطحن بيكون اسهل. بصي انا هنا هطحنها طحن جيد، بس مش لدرجة ان هي تطلع زيت. يعني لو طحنتي اكتر من كده هتبتدي تزيت معاكي، لا انا مش عايزاها تطلع زيت. انا بطحنها طحن جيد جدا جدا لحد ما تبقى عاملة زي البودر كده في ايديكي، بتبقى زي الدقيق. يعني انا بوصل الحاجة دي ان هي تبقى عاملة زي الدقيق. مفيش اسهل من كده. مجرد ما ضربتها كلها هحطها في شفشق الخلاط كده، واحط عليها الزيت واضربها ورشة ملح صغيرة بين ايديكي. بس كده خلصنا الطحينة. وبعمل منها بقى كل حاجة تحطيها بقى، سلطة الطحينة على الفول على أي حاجة. احفظيها رمضان، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا. كل سنة وانتم طيبين، والوصفة تكون عجبتكم. يلا باي باي.